نعم، لقد قمنا بالتعارف في فصل الصيف الماضي في باريس، وأعتقد أن الأمير عبد الرحمن رئيس النادي كانت لديه عدة أسماء مطروحة، وأخذ موافقتي على تدريب النادي. وبعد أيام تم إبلاغي أنني أصبحت مدرب الفريق الأول للهلال، وكنا في ألمانيا قمنا بالتحضيرات هناك قبل انطلاق الموسم، وفي شهر أغسطس تحولت إلى الرياض. هكذا كانت بداياتي مع نادي الهلال. ثم انطلق الموسم، بدأت المباريات، انتصرتم في العديد منها، لكن الجمهور الهلالي كان يطالب بأداء أفضل، بلعب فرجوي، بأداء فني راق. الهلال كان ينتصر صحيح، لكن دون أن يصنع اللعب، دون إقناع. في البداية كانت لدينا العديد من الصعوبات، 8 لاعبين أو 9 لاعبين في المنتخب لم يكونوا متواجدين معنا. نحن كنا في ألمانيا وهم كانوا مع المنتخب السعودي. المباريات الأولى شاركت فيها عديد اللاعبين الشبان، خاصة في وسط الميدان الهجومي. هرماش كان مصابا فترة طويلة، وأيضا غنام كان مصابا. لعيبة المنتخب الأولمبي لم يكونوا متواجدين. لم نلقى الحلول، ولم نلقى أيضا النسق المطلوب، لكن من بعد الأمور تحسنت بشكل ملحوظ. فزنا في مباراة الذهاب على الأهلي ب4-0، وقدمنا مباراة ممتازة. لكن عديد المباريات خاصة أمام الفرق الصغرى لم تكن هنالك الرغبة الكافية من طرف اللاعبين لكي نفوز ونقنع في نفس الوقت. كيف كانت علاقتك بالنادي بشكل عام؟ كيف وجدت الهلال من ناحية البنى التحتية؟ كيف كانت علاقتك برئيس النادي، بالناس الذين كانوا يعملون في النادي، قبل أن نتحدث عن علاقتك باللاعبين؟ أنا أريد أن أقول أن الرئيس الأمير عبد الرحمن شخصية رائعة. هذا الشخص قلبه دائما على النادي، والآن حتى بعدما أنهينا العقد ذهبت إلى منزله وتغدينا مع بعض وتحدثنا عن الوضعية الحالية لنادي الهلال والمستقبل. لكن هنالك بعض الأشخاص في النادي الذين يمتلكون وجهين مختلفين ولا يمتلكون الصدق الكافي. نحن في عالم كرة القدم نحس بهذا الشيء. أيضا أعضاء في الفريق في الطاقم التدريبي لاحظوا ذلك، وتحدثت حتى مع رئيس النادي. في نادي مثل هذا ليس بإمكانك أن تكسب كل الناس إلى جانبك، ليس بإمكانك أن تحظى بكل الدعم، لكن هنالك أشخاص فكروا في مصالحهم الشخصية، لكن عندما كانت النتائج سيئة كانوا يبتعدون عن الواجهة ويتركونني لوحدي. وهذا كان شعوري. لكن النادي نادي رائع، فيه بنى تحتية ممتازة، يمتلك فندق خاص، يمتلك عديد من الميادين للتدريبات، لديهم أيضا ملعب جديد، ميدان جديد،
يريدون أن يقيمون مركزا رياضيا جديدا. الأمور على العال من ناحية بنى التحتية في نادي الهلال، لكن بدأت المشاكل بعد 9 مباريات كسبناها بشكل متتالي. بعض الصحفيين شكلوا ضغوطات متزايدة. أيضا كان لهم تأثير هؤلاء الصحفيين على شق من الجماهير الذين يقرؤون الصحف.